المشبك كلنا عارفينه وبنشوفه في الموالد والمحلات، خصوصا في دمياط وطنطا. بس تعرف بقى إن أصل المشبك مش مصري وإنه موجود في بلاد تانية؟ والأهم إزاي دمياط دخلت في القصة. تعالوا نعرف الحكاية. المشبك مش مجرد حلوى عادية، دي ليها تاريخ طويل بيمتد من العصور الإسلامية. بيقول المؤرخين إن كان موجود من العصر العباسي، وكان واحد من الحلويات اللي بتتقدم في القصور للأمراء لأنه خفيف ومقرمش وفيه طاقة بسبب العسل اللي بيتغطس فيه. وفي العصر المملوكي المشبك بقى من الحلويات المرتبطة بالمناسبات الدينية وخصوصا المولد النبوي. وهنا ظهر في مصر طنطا ودمياط كمراكز مشهورة بصناعته، وفضلت العادات دي مستمرة لحد النهاردة. أما في بلاد الشام فالمشبك كان يعتبر حلوى أساسية في الاحتفالات والأعياد، والتجار كانوا بيقدموه كهدية وهم راجعين من السفر، وده كان واحد من أسباب انتشاره في مصر. المشبك مش بس عندنا، في حلويات زيه في دول كتير. أسبانيا عندهم تشورو وبيتاكل مع الشوكولاتة، الهند عندهم جليبي نفس الفكرة تقريبا، تركيا عندهم تلومبا أو حلقوم برضه عجينة مقلية في العسل. لكن أصل المشبك كان في بلاد الشام، وده قبل ما يوصل لدمياط. التجار الشوام كانوا بيجوا دمياط زمان ومعاهم المشبك كحلوى مشهورة عندهم، ومن هنا الضمايطة بدأوا يعملوه. لكن كالعادة أهل دمياط ما يكتفوش بالنقل، لازم يضيفوا لمستهم، خلوه أنعم وأخف من المشبك الشامي التقليدي، ظبطوا شكل الخطوط المتشابكة عشان يبقى أجمل، خلوا العسل أخف، وأحيانا بيضيفوا لمسات زي الفانيليا وروائح حلويات. بقى مميز جدا لدرجة إن الناس افتكرت إن المشبك اختراع دمياطي. سواء بتحب المشبك دمياطي ولا شامي، يفضل الحقيقة إن المشبك فكرة قديمة لكنها مصرية بشخصيتها النهائية. قول لنا في التعليقات، لو هتاكل المشبك تفضله منين؟